في جات لي النهارده تقريبا بتعمل كل الاخطاء اللي احنا بنحذر منها على مدار السنه على الصفحه واللي انتوا بتشوفوها يوميا. بمعنى انا متعود ان في بتجي لي مثلا الاقيها بتدي كالسيوم والطفل مش متاخر ولا عنده نقص في نسبه الكالسيوم، واحنا حذرنا كتير جدا من ادويه الكالسيوم باشكالها كلها. وساعات الاقي بتدي مثلا فيتامين د النشط، واحنا قلنا يا جماعه فيتامين د النشط ممنوع الا اذا كان الطفل عنده مشاكل في الكبد والكلى ما بيقدرش ينشط فيتامين د النشط. وساعات نلاقي بتدي ادويه بدون داعي، هي بتدي ادويه بدون داعي. كانت بتدي انتينال والطفل ما خفش من الاسهال، فادت النيتازود فالطفل ما خفش، هو اصلا مش محتاج لا ده ولا ده، الاسهال مجرد عرض وعلاجه مختلف خالص عن القصه اللي انتوا بتتكلموا فيها دي. خلاص. فهي دي بقى يعني الغريب فيها ان هي جمعت كل الاخطاء، بتدي كالسيوم وبتدي فيتامين د النشط وبتدي ادويه بدون داعي وبتدي دولفين اللي بيأذي الكلى جدا عشان خايفه من السخونيه العنيفه جدا ومش خايفه على الكلى. واخطاء كتير انا مش مجمع انا يعني الفيديو ده معمول ليه؟ عشان انا اول مره اشوف بتعمل كل الاخطاء. انا متعود ان كل بتعمل غلطه منهم، هي بتعمل كل الاخطاء. يا جماعه بعد اذنكم بعد اذنكم حافظوا على ولادكم، بطلوا تجربوا فيهم ادويه. انا عارف ان بعض الاخطاء دي بيبقى السبب فيها دكاتره، يعني هتقول لي ما في دكتور او دكتوره هي اللي كاتبه لي فيتامين د النشط ده، انا ما اعرفش. ده حقيقي، انا معاكي وليكي عذرك طبعا، بس الصح انك تدوري وتعرفي المعلومه من اكتر من مصدر لان صوابعك مش زي بعضها. احنا ليل نهار نقول يا جماعه الكالسيوم ممنوع، فيتامين د النشط ممنوع، ده حاجات نادره جدا في امراض معينه باعراض معينه بتحاليل معينه. انت بنتك اصلا لا متاخره ولا فيها مشاكل ولا عامله تحاليل بتقول ان عندها نقص في الكالسيوم. فبعد اذنكم حافظوا على اولادكم ودوروا على المعلومه الصحيحه وبطلوا تاذوا ولادكم بدون داعي. ربنا يحفظ ولادكم جميعا.